خبى عليك ان هو ما تصلح قبل كده؟ هو فيكم ليه النهارده شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا واقفين النهارده عشان بنطالب بحقوقنا وحقوق العمال اللي في المصنع. طبعا صاحب المصنع بيفكر يقفل المصنع وبدا يصفي الناس. بيتفق معانا على اتفاق موثق ان هيدي لكل واحد شهرين لما يجي يمشي على الشمل، وده القانون اصلا. فجاه اخلي بالعقد واخلي بالاتفاق وبدا يمشي الناس وما بيديهاش حقوقها كامله، واحنا معترضين عشان كده. والنهارده قفل لنا باب المصنع ومش عايز يدخل، واحنا رايحين نشتغل. احنا ورانا بيوت. عايز تقول ايه النهارده لصاحب المصنع؟ يعني المفروض انت عاوز تقفل المصنع او عاوز تبيعه، المفروض تعرف العمال او تدي لها حقوقها وتقول لهم يا جدعان انا هقفل المصنع وبالسلامه. يبقى انت كده ايه رضيت الناس وما تخليش الناس تيجي تعمل مشاكل زي دي كده. في حد رد عليكم من المسؤولين النهارده؟ لا مفيش حد رد علينا. بقالنا اكتر من 21 سنه متعاملين مع المصنع، ويجي في وقت من الاوقات قفل المصنع واحنا بنطالب بحقوقنا. فيكم ليه النهارده قدام المحافظه؟ واقفين قدام المحافظه النهارده عشان المصنع قناه السويس بنفس الجازه. العمال كلها راحت المصنع النهارده، المصنع مقفول. بقى لنا اكتر من 5 6 شهور بنعاني من الموضوع ده كده. كل ما نتفق مع مدير المصنع على شيء نيجي نبص كده متغير. صاحب المصنع يقعد معاهم ويتكلم معاهم على حقوق العمال. انا بقالي 26 سنه في المصنع مش هضيف حوالي ناس كتير قوي في المصنع كده 25 و24 23 سنه. كده المصنع النهارده المصنع مقفول الصبح. ليه؟ قال لك كده كان متفق معانا اللي هيمشي من المصنع اللي هو يمشي الشخص اللي هو يمشيه هيديله شهرين شامل. امبارح جينا وقفنا معاه مشي ناس من عندنا 20 نفر، جينا نتكلم نديهم شهر واحد. طب ليه كده؟ قال لك هو ده المطلوب. لا سوبت ما اشتغلتش عشان ناخد حقوقنا بقى له 25 26 سنه. لما جينا اتكلمنا امبارح وقلنا عشان حقوقنا قفلوا المصنع النهارده، حتى المرتب ما خدناهوش. تيجي تتكلم مع المدير يقول لك ماليش دعوه، تيجي تتكلم مع حد ماليش دعوه. عايزين نتكلم مع حد هنا المحافظ، نتكلم مع المحافظ هو المسؤول عننا. ومدير المصنع اللي هو احمد سامي بيقول لك المصنع هيتقفل شهر 5 ولا شهر 3. طب انت لما تيجي تقفل فين حقنا بقى؟ حقوقنا ادي لنا ورقه تثبت حقوقنا قبل ما مفيش وعد منهم باي حقوق؟ لا حتى الوعد اللي هو العقد اللي هم ماضيين عليه قال لك ده السنباري مضى من ورايا. ازاي بقى راجل مختص تحت ايدك وما بيعملش حاجه الا بامر منك وتقول لي عمل حاجه من ورايا؟ ازاي؟ يبقى انت لازم والورقه اللي عملوها ما عملوش بيها. مشوا ناس بعد ما مضوا على الورقه، مشوا ناس وادوا لهم شهر بس، ما ادولهمش شهرين زي ما هم كتبوا في العقد. روح توديك داهيه وتقول ده اخوانا شرقاوي.